بالنسبة للي مستعدين بجد، معظم شنط النجاة دي مش أكتر من غنيمة سهلة مستنية اللي يلاقيها. تخيل كده معايا شنطة تكتيكية مليانة أحزمة مالي ومحشية على آخرها. جواها هتلاقي عادة تشكيلة فوضوية من أدوات متعددة الاستخدامات، فيها ميت خاصية عمرك ما هتستخدمها بجد، نص دستة أنواع من أساور الباراكورد، طقم كوتشين الطوارئ، وجنبهم حاجات تانية كتير ملهاش عدد بيوهموك إنهم بيجهزوا. ده هو الوهم اللي بتنشره الدعاية الشاطرة، لكن لما الكارثة الحقيقية تحصل النظرة دي بالذات بتبقى قاتلة. حمل الحاجات اللي زيادة ممكن يكون قاتل. الثقة الخادعة اللي بتيجي من كتر الحاجة دي قاتلة بنفس القدر. لازم نتخلص من كل الأعباء دي. ارمي الأفكار الخيالية وركز على الحاجة العملية. ده بيوصلنا مباشرة للي سميناه مبدأ السبعة الأساسيين. دول السبع تصنيفات الأساسية للمعدات اللي بجد بتضمن نجاتك لما كل حاجة تنهار. الموضوع مش إنك تدي انطباع، الموضوع إنك تمتلك حلول فعالة لما كل الخيارات التانية تخلص. هنبدأ بأهم وأكتر حاجة لا غنى عنها، وهي تنقية المية. خلينا نسيب على جنب دلوقتي فلاتر الشفاطات الضعيفة المنتشرة دي، صغيرة أكيد بس مليانة نقط ضعف خطيرة. بدل كده تخيل فلتر ضخ قوي بيشتغل يدوي، نظام تقدر تفكه وتنضفه في أي مكان وتعتمد عليه عشان ينقي كميات كبيرة من المية، مش مجرد شوية بق صغيرين لشخص واحد. بعد كده اربط الفلتر ده برفيقه اللي ما ينفعش تستغنى عنه، وعاء ستانلس ستيل بجدار واحد. الجدار الواحد ده أهم حاجة، ده بيخليه ينفع يتحط مباشرة في النار. الخلطة دي بتدينا عملية تنقية على مرحلتين عشان نضمن البقاء. فلتر الترومبة بتاعك ده هو خط الدفاع الأول، بيشيل أي حاجة باينة أو ميكروبات صغيرة ممكن تقتلك. لكن الغليان يا صاحبي هو السلاح الأخير اللي بيقضي على أي فيروس أو بكتيريا ممكن تفلت من أي فلتر، حتى لو كان أغلى فلتر في الدنيا. إنك تقدر تغلي المية دي مش رفاهية يا بطل، دي حياة أو موت. دي شرط أساسي لا يمكن الاستغناء عنه عشان تضمن إنك هتشرب مية نظيفة وتفضل عايش. حياتك اللي بتتنفسها دي ما ينفعش تكون معتمدة على حتة بلاستيك ترميها بعد شوية، دي محتاجة نظام ثابت يتكرر كل مرة عشان ما تغلطش غلطة تدفع تمنها حياتك. طب ليه المية دي هي أول حاجة نفكر فيها؟ ليه أهم من السلاح وأهم من النار وأهم من أي مكان تستخبى فيه؟ لأن من غيرها كل اللي معاك ده مالوش أي قيمة ولا هيحميك من أي حاجة. الجفاف ده يا جدع نتائجه على جسمك سريعة ومميتة، وبالذات على مخك. في خلال ساعات قليلة هتلاقي عقلك بيبدأ يسلم وقدراتك على التفكير بتنهار. تخيل كده قدامك خيال إنسان لما الجفاف يمسك فيه، هتلاقي الجزء اللي بيمثل مخه بيبدأ يبهت ويختفي خالص. قدرتك على التفكير الصح وعلى إنك تحل أي مشكلة أو حتى تعرف طريقك، كل ده بيتبخر في الهواء. مجرد نقص 2% بس من مية جسمك ممكن يمسح ذاكرتك القريبة ويخليك مش مركز خالص. مزاجك بيتقلب والقلق بيوصل للسما، وبتبقى انت أكبر عدو لنفسك في اللحظة دي. لما تكون غلطة واحدة ممكن توديك في داهية، رفاهية إن عقلك يكون مشوش دي ما ينفعش تدفع تمنها أبدا. اللي بيموت من العطش حتى لو كان ماسك سلاح في إيده هو في الآخر مجرد جثة، صدفة كان معاها سلاح. مخك ده يا صاحبي هو أهم سلاح عندك عشان تفضل عايش، وما بيشتغلش غير بالمية. إنك تأمن له المية دي هي أول حرب لازم تكسبها بأي تمن. وفي الآخر كل ده بيوصلنا للشروط الصعبة اللي لازم معداتك تكون قدها عشان ما تخزلكش في وقت الشدة. دلوقتي خلينا نرجع للوعاء الستانلس ستيل اللي بنعتمد عليه ده في الظروف الصعبة دي بالذات. تخيل كده انت بتتسلق بصعوبة وخطورة فوق منطقة صخرية واسعة، رجلك بتفلت وشنطتك بتطير بعنف، بتشوف الإزازة بتخبط بعنف في صخور الجرانيت الحادة اللي ما بترحمش، لكن أي حاوية بلاستيك كانت أكيد هتتحطم لقطع صغيرة. إزازة حرارية بجدارين بالرغم إنها ممتازة عشان تحافظ على المشروبات سخنة، ممكن ختم الفراغ بتاعها يتلف وده يخليها مش صالحة تماما للغليان. لكن الوعاء الصلب اللي بجدار واحد بالرغم من إنه ممكن يتخبط خبطة جامدة بيفضل سليم من غير خرم. سلامته الأساسية بتفضل سليمة، بيفضل قادر على إنه يشيل سوائل، بيفضل قادر تماما على إنه يتحط على نار مكشوفة. هو ده بالظبط المعيار.
معداتك اللي ما تقدرش تستغنى عنها لازم تستحمل العقاب القاسي ده وتفضل شغالة. المتانة مش مجرد مسألة علامة تجارية معروفة، هي نابعة من منهج أساسي في تصميمها وتصنيعها. الجوهر بيكمن في تحمل الصدمات الشديدة والضغط الهائل والتآكل المستمر وسط أفظع الظروف اللي ممكن تتخيلها. كل أداة من الأدوات السبعة الأساسية مطلوب منها إنها تعدي التقييم القاسي ده. في الواقع داخلياً الترطيب هو شريان حياتك، لكن تركيزنا دلوقتي بيتحول للي بيحمي وجودك من بره. التحكم في درجة الحرارة، لأن انخفاض درجة الحرارة أكيد مش هيوقف قبضته الجليدية وانت مشغول بتبني كوخ خشب. وبالتالي تاني أداة ما تقدرش تستغنى عنها مصممة خصيصا عشان تولد دفء سريع. كلامنا النهاردة عن ازاي تولع نار صح ومضمونة. الاعتمادية المطلقة دي مش هزار، دي حياة أو موت. وده بيظهر في نظامنا اللي بيعتمد على حاجتين أساسيتين، يعني عصاية الفيرو رود وولاعة البيك العادية. الفيرو رود دي بتطلع شرار نار جهنمي حرارته فوق 3000 فهرنهايت، يقدر يولع أي حاجة حتى لو مبلولة. أعواد الكبريت الورق بتتحول لعجينة ملهاش لازمة في المطر، لكن الفيرو رود ولا يفرق معاها أي حاجة. مصدر النار الاحتياطي بتاعك هو ولاعة البيك، بتديك نار فورية ومستمرة بأقل مجهود، بس مشكلتها إنها بتبوظ لو اتبلت، وفي البرد القارس الغاز بتاعها ما بيشتغلش كويس. وده بالظبط اللي بيخليك لازم تمشي على القاعدة الذهبية: 2 يعني 1، و1 يعني مفيش خالص. لو عندك نقطة ضعف واحدة بس، ده معناه حكم بالإعدام على نفسك. لما الولاعة بتاعتك تكون غرقانة مية أو متجمدة تماما، الفيرو رود هتكون هي المنقذ بتاعك اللي مفيش غنى عنه. في الظروف العادية ولاعة البيك بتوفر عليك وقتك الثمين وطاقتك اللي ما تتعوضش. إنك تمتلك الاتنين مش مجرد رفاهية، دي ضرورة حربية بتضمن لك بشكل قاطع إنك هتقدر تدفي نفسك. بعد ما ضمنت النار، دلوقتي محتاج الأداة اللي هتشكل واقعك. المكون الثالث اللي مفيش غنى عنه في عدتك هو سكين ثابتة النصل كاملة التانج. خليني أكون صريح معاك، سكين الجيب المطوية دي نقطة ضعف خطيرة. نقطة الارتكاز بتاعتها بطبيعة تصميمها عيب هيكلي أصيل. في ظروف الضغط الحقيقي آلية القفل دي حتما هتخونك. السكين كاملة. التانج بقى على العكس تماما، ما فيهاش أي ضعف من النوع ده. النصل نفسه قطعة واحدة متصلة من الصلب عالي الكربون، بتمتد بسلاسة من الطرف لحد المقبض وبتوصل لحد آخره. مقابض الإيد دي متثبتة بقوة في قلب السكينة الفولاذي الصلب اللي ما بيتكسرش. البنية القوية دي بتديها متانة رهيبة تخليك تقدر تستخدمها كعتلة أو أداة تقطيع أو حتى أداة دقيقة، كل ده من غير ما تخاف إنها تتكسر فجأة وتخذلك. لما تيجي تختار، دور على الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الكربون عشان بيحافظ على حدته لفترة أطول ومقاومته الرهيبة للصدأ. الإيد بتاعتها لازم تكون بتصميم مريح ومصنوعة من مواد زي المايكارتا أو الجي 10 عشان تضمن قبضة ثابتة وما تتزحلقش منك حتى لو كانت مبلولة عرق أو مية. لأغلب مهام البقاء على قيد الحياة، طول نصل من 4 ل6 بوصة، ويكون شكل النصل دروب بوينت هو الأنسب والأكثر فعالية. دي أكتر بكتير من مجرد سكينة، دي قطعة مصقولة من عالمك الخاص، امتداد لا يقهر لإيدك، بتديك قوة خارقة. القيمة الحقيقية للأداة دي مش بس في القطعة، لأ، دي في قدرتها على تنفيذ مهام تتجاوز بكتير مجرد عمليات القطع البسيطة. أهم وظيفة ليها واللي ممكن تنقذ حياتك هي تقنية اسمها الباتنينج. بتحط النصل بالعرض على جذع شجرة وتضرب ظهر السكينة بقطعة خشب تانية قوية عشان تستخدمها كأسفين يشق الخشب نصين. العملية الحيوية دي بتخليك توصل للخشب الجاف اللي مستخبي جوه الجذوع المبلولة بالمطر، وهو ده الخشب الوحيد اللي ممكن يولع نار بثقة وينقذك من البرد. ده غير إنها أداتك الأساسية لتجهيز الصيد اللي بتصطاده، من سلخ الحيوان لحد تقطيعه أرباع عشان تقدر تاكله. دي كمان أداة طوارئ تقدر بيها تقطع حزام الأمان بسرعة لو اتحبست جوه عربية بعد حادثة، وبتنقذ حياتك. بس الأهم من ده كله هي الأداة الأساسية، الأداة اللي بتصنع منها كل الأدوات التانية اللي هتحتاجها عشان تعيش. بالنصل الواحد ده تقدر تنحت أوتاد ومصايد وتعمل رمح صيد
وتعمل ريش نار عشان تولع، وتشقق جذوع الشجر عشان تبني ملجأ يحميك. أي حل هتبنيه في البرية، أي حاجة هتعملها عشان تعيش، غالبا هتبدأ بقطعة من النسل ده. دي حجر الزاوية اللي بتتبني عليه كل جهودك التانية للبقاء، بتحول المواد الخام اللي حواليك لأدوات تنقذ حياتك. بس لازم تفهم كويس إن الأداة دي على قد ما هي قوية ليها حدود واضحة. على الرغم من قوتها وتعدد استخداماتها، السكينة ما تقدرش تعمل كل حاجة لوحدها. ممكن تساعدك تعمل دفء، بس هي نفسها مش دفء يحميك من البرد القارس. هي أداة فعالة ومهمة، بس البقاء على قيد الحياة بيحتاج كمان حماية سلبية زي المأوى والملابس. وانت بتستخدم السكينة عشان تشق خشب أو تقطع لحمة، الهواء لسه بيسحب الحرارة من جسمك، المطر المتلج لسه بينفذ لجوه هدومك، الأرض الساقعة لسه بتمص حرارة جسمك الأساسية وانت نايم. السكينة مش هتبقى درعك ضد قسوة الطبيعة اللي ما بتسكتش، هي أداة قوية عشان تشكل بيها اللي حواليك، بس مش هتقدر تحمي جسمك كله مرة واحدة من بيئة معادية شغالة ضدك 24 ساعة في اليوم. هي بتديك الوسيلة إنك تقاوم، تبني وتخلق. بالنار والسكينة ممكن تشكل العالم، بس لسه محتاج حاجز ضد الطبيعة عشان تعدي الليل، والحاجز ده هو أداتك الرابعة، لأن النوم مباشرة على الأرض بيمص الحرارة من عظمك. ده قانون فيزيائي التوصيل الحراري، وهيموتك أسرع من الهواء الساقع. دفاعك بسيط وغالبا بيتنسي، بونشو عسكري متين أو مشمع قوي. انسى اللي بعوهولك عن الخيم الخفيفة اللي ليها استخدام واحد. لما كل جرام بيفرق، كل قطعة معدات لازم تحارب عشان مكانها في شنطتك. لما تستخدمه، البونشو بيثبت قيمته 10 أضعاف. بيديك ملجأ فوري ضد مطر غزير مفاجئ، في حين إنه بيحافظ على أعضائك الحيوية جافة وبيحميك من البرد القاتل. عبقريته الحقيقية في قدرته على التكيف. بفضل الحلقات المقواة اللي على أطرافه، بيتجاوز مجرد حماية من المطر، بيتحول لحل سكن فوري. سواء اتفرد على فرع شجرة أو اتعمل كملجأ مائل، بيشكل مظلة حامية، حاجز ضد الرياح العاصفة. بيستخدم كفرشة أرضية ليك، بيحمي معداتك، بيجمع مياه غالية، وممكن كمان يشتغل كنقالة مؤقتة. وزنه أخف، متعدد الاستخدامات أكتر، وبيتفوق على الخيمة بكتير في الفايدة. اعتبرها جلد مأواك المؤقت، الحاجز الأول بين لحمك وعالم ناوي يحولك لتمثال تلج. الخيمة دي رفاهية، لكن البونشو ده لا غنى عنه. لكن أي ملجأ قوته من قوة العناصر اللي بتثبته. غطا يستسلم لأول نسمة هواء، ما بيقدمش أي حماية خالص. وده بيوصلنا مباشرة لخامس أداة أساسية ليك، الحبال. ومش أي حبل وخلاص، أنا بتكلم بالتحديد عن حبل الباراكورد 550، لفة طولها 100 قدم. من المادة دي تقريبا ملهاش وزن، وما بتاخدش أي مساحة تذكر، لكن استخداماتها ملهاش حدود تقريبا. ملجأ البونشو اللي اتكلمنا عنه ده متثبت كويس بخطوط ربط وحبال شد من الباراكورد، واللي تقدر تفردها في لحظات. لو حزام شنطة ظهر اتقطع تحت الضغط على بعد أميال من الحضارة، هتصلحه بالباراكورد وتخليه أقوى من حالته الأصلية. الحبل ده بالذات بيمثل طوق النجاة. 550 في اسمه بتدل على أقل قوة تحمل للقطع 550 رطل، لكن عبقريته الحقيقية بتيجي من تصميمه الداخلي. الغلاف الخارجي بتاعه بيحمي 7 خيوط داخلية مميزة، كل واحد منهم طبقتين. اسحب واحد من الخيوط دي وبقى عندك خيط صيد. هيبقى عندك خيط مثالي لتصليح الهدوم المقطوعة. المادة دي بتوفر لك اللي تحتاجه عشان تعمل فخ أو سلك إعثار. كل جزء طوله 100 قدم من الباراكورد، في 800 قدم من الحبال اللي تقدر تستخدمها. ده العنصر الحاسم اللي بيحافظ على نظامك التشغيلي كله سليم. دلوقتي ناس هتقولك إن صناعة الحبال في البرية حاجة سهلة. هيوروك، صور للحاء، شجر ملفوف وألياف نباتية، ومن الناحية الفنية هم مش غلطانين. أيوة ممكن تعملها، بس اللي ما بيقولهوش أو بيتجاهلوه بمزاجهم هو التمن الحقيقي اللي هتدفعه. التمن ده يشمل وقتك الغالي، طاقتك اللي بتتسحب منك، وتركيزك اللي لازم يكون حديد. دول 3 حاجات ما يتعوضوش، دول رأس مالك الحقيقي. إنك تلاقي الخامات المناسبة، وبعدين تقعد تكحت وتجهز وتلف الألياف دي عشان تعمل حبل ينفع.
دي حكاية طويلة بتسحب روحك سحب. ممكن تضيع نص يوم من نور ربنا وأكتر كمان و1000 سعر حراري عشان تعمل 20 قدم حبل ضعيف ما يتوسقش فيه، وهيسيبك في نص الطريق أول ما يتشد عليه بجد. إنك تعمل كل ده يبقى جنان لما يكون في حل أحسن بكتير وموجود تحت إيدك دلوقتي. قارن الساعات الطويلة دي من الشغل اللي بيقطع النفس بالسهولة والفعالية إنك تطلع لفة باراكورد من شنطتك جاهز في ثانية، متين وما يتكسرش ومفيش أي مجهود. البقاء الحقيقي مش إنك تثبت إنك بتعرف تعيش زي إنسان الكهف، لأ، البقاء الحقيقي إنك تستخدم أحسن حاجة معاك عشان تحل المشاكل بسرعة وتخلي تركيزك كله للخطر اللي جاي بعد كده. في الآخر الموضوع كله ذكاء ودهاء، مش مجرد قوة عضلات. تمام، عملت حصنك، ملجأك اللي يحميك من غضب الطبيعة، ومعاك الرباطات والحبال اللي لا غنى عنها للبنى والتصليح عشان تحمي مكانك من أي خطر تشوفه بعينك. كده انت بنيت أساس مادي قوي. بس الأدوات الحيوية دي، سكينك اللي بتثق فيه، نارك اللي بتديك حياة، ملجأك المتين، حبالك اللي بتنفع في كل حاجة، كل دي عشان تحارب الأعداء اللي جايين من بره. بتصد المطر وتمنع الرياح العاصفة وتخلي جسمك دافي. دول اللي بنوا حصنك اللي مفيش حاجة تقدر تخترقه. بس الخطر الحقيقي اللي ممكن يقتلك غالبا بيكون مستخبي وما بتشوفهوش. ما بيعلنوش عن نفسهم بصوت عواء يخوف ولا بفرع بيتكسر في عز الليل. دول القتلة الصامتين بيضربوا من جوه جوه معانا سقفنا وحبلنا. بس دلوقتي خلينا نتكلم عن الجلاد اللي محدش شايفه، اللي مفيش سيف يقدر يهزمه، العفن اللي بيزحف. قبل الطب الحديث كان هو بطل الموت المتوج، وده بيخلي أداتك السادسة ضرورة مطلقة لا يمكن الاستغناء عنها. الشكة الصغيرة دي من شجيرة شوك، أو الجرح الوحش في إيدك من غطا علبة صفيح. ده ما بقاش مجرد خربوش بسيط، ده بقى فم مفتوح، دعوة صريحة لموتك. احنا مش بنتكلم عن علبة بلاستر كرتون لطيفة وشوية مرهم، لأ، احنا بنتكلم عن شنطة إسعافات أولية فردية بجد. آيفاك دي شنطة إصابات خطيرة، عشان هنا كل خربوش بسيط يعتبر إصابة خطيرة وكاملة. جوه الشنطة دي هتلاقي وقفتك الأخيرة ضد أقدم وأشرس قاتل للبشرية. بكتيريا واحدة بتتسرب للجرح الصغير ده في 20 دقيقة بس بتتكاثر، قريبا بيبقوا 2، بعدين 4، بعدين 8. جيش خفي بينمو بمعدل انفجاري، بيغرق جهازك الدوري وبيحول كيانك كله لساحة معركة. ده تسمم الدم، بيظهر الأول في صورة رعشة، سخونية، بعدين توهان، وبيوصل لانهيار كامل لأجهزة جسمك. شنطة الإسعافات الفردية بتاعتك بتشتغل كوحدة تدخل فوري فيها رباط ضاغط مصمم إنه يوقف النزيف تماماً ويمنعك من إنك تموت من فقدان الدم في أقل من 3 دقايق. جواها هتلاقي شاش مضغوط وضمادات ضغط متخصصة لوقف النزيف من الإصابات العميقة. الأهم من ده كله إنها مليانة مضادات حيوية واسعة المجال. دي مش عشان شوية برد بسيط، دي الذخيرة الكيميائية اللي تطلقها عشان تمحي الغزو الخفي ده قبل ما يلتهمك بالكامل. في الواقع الجديد ده مسمار مصدي بيمثل خطر كبير زي رصاصة من بندقية. شنطة الإسعافات الفردية بتاعتك بتقف كحصن ليك ضد الأخطار دي. بعد ما حصنت جسمك ضد العدو الداخلي، التحدي اللي جاي هو عبور العالم الخارجي، وده بيوصلنا لأداتك المادية ال7 والأخيرة. بص على موبايلك، المستطيل الغامق ده كان زمان أعجوبة، كان حلقة وصل مباشرة بالأقمار الصناعية اللي بتحدد مكانك بالملي طول الوقت. بص عليه تاني دلوقتي وشاشته بتشوش، مفيش شبكة، لمبة بطارية حمراء وبعدين طفت خالص، بقى مجرد حتة إزاز وبلاستيك ميتة ملوش لازمة غير إنه يتقل ورق. ذكائه كله في السماء وحياته كلها معتمدة على شبكة كهرباء وقفت خلاص. عشان كده بالظبط أداتك ال7 هي خريطة تضاريس ملموسة وبوصلة بعتمد عليها. الورقة نفسها ممكن تتببل، ممكن تتكرمش كمان، بس عمرها ما هتبطل تشتغل. المؤشر المغناطيسي مش محتاج أي مصدر طاقة، هي بتتكلم بلغة الأرض الأساسية. الكرة الأرضية نفسها بتشاور على الشمال طول الوقت، دي مش مجرد رسمة مسطحة. علامات التضاريس بتكشف شكل الكوكب، الخطوط دي بتحدد أماكن المرتفعات وميل أي منحدر، مصدر مياه زي مجرى مائي،
والغابات الكثيفة اللي بتوفر لك غطا مثالي. إتقان المهارة دي مش مجرد هواية، دي لغة بقاء أساسية. إنك تفهم مكانك الحالي ده نص المعركة بس. تحديد وجهتك، والأهم من كده إنك تتجنب مناطق معينة، هو ده التكتيك اللي هيحافظ على حياتك. هنا بقى تستخدم الخريطة. استخدمها عشان تتحول لشبح، عشان تمشي من غير ما حد يشوفك. افرد الخريطة قدامك، لاحظ العلامات البارزة دي، الطرق الرئيسية اللي هي طرق الهلاك. كل مدينة، كل تجمع سكني بيمثل فخ محتمل، شبكة متشابكة من الناس اليائسة. صباعك بيرسم طريق جديد، بيبعد عن الطرق الرئيسية وبيمشي بينها. استغل خطوط الكنتور لصالحك، امشي على المنحدر الخلفي للتلة وخليك بعيد عن خط الأفق. ارسم طريقك وسط الغابات الكثيفة اللي بتظهر كبقعة خضراء عشان تبعد عن الحقول المفتوحة المعرضة للخطر. مش حكاية سرعة، دي حكاية حركة في الخباثة. انت مش مجرد واحد تايه، انت شبح بيتسلل في الأرض، محدش يحس بيك وما بتسيبش وراك أي أثر. الخريطة دي مش مجرد دليل، دي رقعة شطرنج استراتيجية، كل حركة فيها محسوبة ل3 أيام قدام، عشان تضمن إنك عمرك ما تتحبس في مكان ما يدفعش عنه أو مفيش منه مفر. طريقك مش أقصر طريق بين نقطتين، طريقك هو الأضمن. اتكلمنا عن ال7 أدوات الأساسية: النار، تنقية المية، المأوى، أداة القطع، السلاح الناري، شنطة الإسعافات الأولية، وخريطة الملاحة. ممكن تمتلك أحسن شنطة وأنضى سكين وأداة بندقية، ممكن تعالج إصابة بدقة جراحية وتلاقي طريقك بالنجوم، لكن كل قطعة من الأدوات دي، كل حاجة اخترتها بعناية، هتفضل مجرد كتلة ملهاش لازمة من المعدن والبلاستيك، من غير العنصر الوحيد اللي أهم من كل ده، الأداة ال7 الحقيقية، مش الخريطة لكن العقل اللي بيفسرها. كل المعدات دي عشان تحل التحديات وعشان تزود قوتك البدنية. لكن الذعر ممكن يخليك تفقد بوصلتك، الإرهاق ممكن يخليك تفسر الخريطة غلط، والرعب ممكن يجبرك تضيع ذاكرتك. أكبر نقطة ضعف في أي موقف نجاة هي الشخص اللي في قلب الموقف ده. ممكن تعالج جسمك وتحدد اتجاهاتك، لكن ولا أداة من دول هتشتغل لو اللي بيشغلها وقع، والمشغل ده هو أنت. وده بيوصلنا للحقيقة المطلقة عن معدات النجاة: الكفاءة ما بتشيلش أي حمل مادي. تخيلوا دلوقتي ال7 أدوات الأساسية معروضة قدامك: سكين متينة بشفرة كاملة، ولاعة نار موثوقة، مأوى متنقل، جهاز فعال لتنقية المية، شنطة إسعافات أولية مجهزها بنفسك لإصابات أنت مستعد تتعامل معاها، وأداة متعددة الاستخدامات. دي بتشكل مجموعة من القدرة اللي ما اتحققتش بتخدع. السكينة الغالية اللي ب$300 دي هتبقى مجرد زينة غالية لو ما عندكش القدرة ترجع حدتها في البرية باستخدام صخرة عادية بس. أداة إشعال النار بتاعتك هتكون مجرد قطعة معدن ملهاش لازمة لو ما تقنتش فن إشعال النار وقت المطر الغزير. كل أداة من دول بتمثل حل لتحدي أنت مقدر لك تواجهه، لكن كل واحدة فيهم هتفضل بلا حياة من غير العنصر الوحيد اللي مش موجود في العرض: أنت، حكمتك المتراكمة وإيديك المدربة كويس. هنا تكمن هوة الفهم، الفاصل الكبير والخطير اللي بيفصل بين مجرد امتلاك المعدات وبين الإتقان الحقيقي للمهارة. الناس بتجمع مؤن عمرها ما فتحتهاش، استراتيجيتهم كلها للنجاة ما تساويش أكتر من مجرد فاتورة شراء. الاستعداد الحقيقي مش بيتعرض للناس، ده منهجي، ده الشخص المخلص اللي بيصقل مهاراته في جنينته، مش لساعات قليلة لكن باستمرار كل أسبوع. مش مجرد بيبلعوا كتب عن ضبط العقد، لأ، صوابعهم بتشتغل بنفسها، بتعمل عقدة البولين وعقدة الشد لحد ما الحركة تثبت في إيديهم ويقدروا يعملوها وهم مغمضين. مش مجرد بيتفرجوا على فيديوهات تعليمية عن إشعال النار، دول راكعين في الطين بيحكوا قضيب الفيرو، بيحاولوا يطلعوا شرارة صغيرة ويحولوها لنار قوية تحافظ على حياتهم. دي بالظبط الطريقة اللي بنعدي بيها الفجوة دي، مش بشوية مشتريات وخلاص، لكن بالتنفيذ العملي المتعمد بإيدينا. كل وخزة، كل غلطة، كل انتصار صغير بيضيف لرصيدك من المعرفة العملية مخزون هتستخدمه لما تكون حياتك على المحك. تخيل الموقف ده: صفارات الإنذار سكتت، ضلمة الليل كحلة،
بيقطعها أصوات غريبة ومقلقة. شخص وحيد بيفتح علب مقفولة من المصنع بيأس، محاط بأحسن معدات ممكن تشتريها، لكن إيديه بترتعش بشكل لا إرادي. بيحاول يفتكر نبضه بيدق بسرعة جنونية، بيسكت أي تفكير منطقي. الرعب بينزل عليه زي ضباب كثيف، وبيلاقي نفسه تايه تماما جواه. أدواته الغالية دي مجرد دليل صارخ على عدم استعداده الكافي. في نفس الوقت في مكان تاني، شخص تاني بيتحرك بهدوء وثقة، بيسمعوا نفس الأصوات المشؤومة، بيبصوا لنفس الضلمة العميقة، لكن ردود أفعالهم مختلفة تماما. كل نفس محسوب ومقصود، حبكاتهم دقيقة مفيش فيها أي حاجة زيادة. بيطلعوا نظام تنقية المية بتاعهم ويبدأوا المهمة الحاسمة. نار صغيرة ومستخبية بتولع بدقة باستخدام طرق أتقنت بعد 100 تجربة. مفيش أي أثر للهلع، مجرد تنفيذ منهجي، تطبيق ثابت لاستراتيجية محددة سلفا. الفرق الحقيقي مش في الأدوات، لكن في الحالة الذهنية. قوة ذهنية صلبة أتشكلت بدقة عن طريق تدريب مستمر لا يتوقف. الخلاصة الأساسية هي كالتالي: الأدوات السبعة لا غنى عنها، هي أساس استمرارك في الحياة، لكن أنت الصنايع الكبير. قيمة أي أداة حقيقية بتتحدد بس بالإيد اللي بتتحكم فيها. صقل قدراتك هو الاستثمار الوحيد اللي بيضمن لك العوض لما كل حاجة تنهار حواليك. دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يقدر يساقها أو يدمرها. دي ساكنة جواك أنت وبس. كل ساعة بتقضيها في اكتساب وتطبيق المعرفة هي الأساس الحقيقي. مكدرلك تتحول لأقوى أداة، مكدرلك تكون الحل النهائي. الأدوات دي مجرد بتكبر المهارات اللي صقلتها بنفسك بانضباط شديد. المهم مش مين صنع سلاحك، لكن في مدى براعتك في استخدامه صح. المهم مش قوة نور كشافك، لكن قدرتك الذاتية على عبور الضلمة اللي بتزيد. الأدوات ممكن تساعد، لكن لما الدنيا تتقلب فوضى، إصرارك اللي ما بيتكسرش على الصمود هو القوة الوحيدة اللي هتحميك بجد. جهز نفسك بيه، اكتسب المعرفة، صقل قدراتك، خليك مستعد، ما تخليش دليل نجاة حيوي تاني يفوتك.